في دراسة أمريكية انتشرت سنة 1995 طلعت بنتيجة غريبة جدا، وهي إن صعوبة المهام مش هي العائق الكبير اللي بنخاف منه. بالعكس، اللي بيكسر تركيزك فعلا مش الحاجة الصعبة، إنما الحاجة السهلة قوي. المهام السهلة جدا بتكون مملة، والملل ده بيسحب منك الحماس، بيخليك مش مقبل على الإنجاز أصلا. اللي يرضي النفس فعلا إنك تواجه التحدي، إنك تعمل مهمة متعبة شوية محتاجة مجهود وتركيز، لكن في الآخر تطلع منها بشعور إنك أنجزت بجد. طيب لو المهمة اللي قدامك مملة فعلا، الحل إنك تضيف لها تحدي من عندك. مثلا لو عندك مادة سهلة عليك، حاول تشرحها لزمايلك، كده انت حولت الملل لفرصة ممتعة. وهنا ندخل على أفكار عالم النفس الأمريكي ألبرت باندرو، اللي قال إن في حاجتين يخلوك أكتر قابلية لإنجاز أي مهمة. الأول الموديلنج، اللي هي النمذجة، يعني تدور على نموذج قدوة أو مثل وتشوف اللي زيك إزاي بيخلصوا مهامهم حتى لو ما لقيتش غير نفسك. افتكر نسخة منك في الماضي وهي بتنجز. الحاجة التانية الإنجازات اللي فاتت. ببساطة فكر نفسك إنك عملت قبل كده حاجات حتى لو كانت صغيرة، افتكر نفسك وإنت بتنجز علشان عقلك يصدق إنك شخص قادر مش مجرد مسوف. النقطة التانية والمهمة، تفتكر دايما إنك متعلم. في مصطلح في علم النفس اسمه learned industrations، الاجتهاد المكتسب. معناه إنك ممكن تعود نفسك على العادات الكويسة، وده عن طريق إنك تكافئ نفسك بعد الإنجاز.